اقتصاد الريع محور الندوة الوطنية التي احتضنها قصر البلدية هنا بمدينة طنجة، محور ندوة شارك فيها أبرز الخبراء والإعلاميين المغاربة، بالإضافة إلى مشاركة أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة التالية. نتابع الروبورتاج الذي أنجزه موقع طنجة 24. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن النقاش العمومي المفتوح على المستوى الوطني فيما يخص اقتصاد الريع هو يعني مؤشر إيجابي على الوعي اللي أصبح كيتمتع به المجتمع في علاقته بمجموعة ديال الإشكالات الاختلالات اللي كيعيشها النسق السياسي والاقتصادي والاجتماعي. الآن في هذه الندوة وقفنا بالخصوص على معنى الريع، على الامتياز، على ثقافة الريع، على الأسس الاجتماعية والثقافية لهذه المنظومة الريعية وهذا النظام الريعي، وتم طرح العديد من الأسئلة حول ما يمكن أن تقوم به الحكومة من إجراءات، من تدابير للانتقال من هذه الوضعية اللي هي غير سليمة، اللي كنخسروا فيها اقتصاديا الكثير من الفرص ديال التطور. كاين الا بغينا نقولوا عدم تكافؤ الفرص في الولوج الى مجموعه ديال القطاعات. بالتالي ركزنا بالاساس على كون ان هذا الريع مسار تاريخي، يعني كان من بين اليات ديال التحكم وديال التطويع ديال النسق السياسي، كان الريع آلية لشراء سكوت النخب، لآلية لضمان سلم اجتماعي معين، وبالتالي فهو يخل بالتنافسية، يخل بتكافؤ الفرص، يخل بالشفافية. نشر اللوائح هو خطوة في مسار يجب أن يكون تدريجيا وتصاعديا نحو إنهاء هذا الوضع الاستثنائي. طبيعة الحال الأمر ليس سهلا، لا نملك عصا سحرية لحل الإشكال، ولكن يجب أن نكون مقتنعين بأن المقاربة هي مقاربة شاملة، تبتدئ بمقاربة قانونية عن طريق وضع دفاتر تحملات وفتح طلبات العروض للمعني بالأمر، للاستثمار بكل شفافية وبكل وضوح، ولتحسين الجودة ديال الخدمات المقدمة في هذا القطاع في أفق يعني حتى الثقافة ديال المجتمع تغير في اتجاه ديال يعني إعلاء من قيمة العمل وقيمة الإنتاج عوض الانتظار الهمزة وانتظار الفرصة والاتكال على مصدر معين لتحقيق عائد ربما هو غير مشروع إلى غير ذلك. شكرا.